كتاب في الرجال، 70 كتاب. نعم. ينتقدون الرجال. هم ما عندهم هذا العلم أصلا. أنا أقول الآن أي شيء يتصل، وقناة الناس عايزين أي شيء يتصل يا جماعة لو كده عنده حاجة. أيوة. صد. وأنا أناشدهم أنه إذا فتحوا باب الاتصالات إخواننا أن يسمحوا المجال للشيعة لا أنا أرجوك، ما أنا بقول للمخرج هو لو أي حد من الشيعة اتصل، الموجودين في مصر الدريني، أحمد راسم النفيس، اللي تشيعوا أصلا وعايزين يسألوا لن يتصلوا ولن يحضروا. ما أنا عارف. وأنا أجلس وأنتظرهم مستعد 3 سنوات إذا واحد يجلس هنا أمام. لكن ماذا يفعل عندما أقرأ له هذه النصوص في قضية مصر؟ إما أن يكذب المجلسي وإما يضطر يتبرأ من الجنسية المصرية. لكن إذن إحنا مبني الأمر عندنا على أسانيد، ولذلك قال عبد الله ابن المبارك: الإسناد من الدين. يا سلام عليك. عيني. ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. لكن ليش جايبني أنا على الحلقة؟ يعني كده عشان نمشي الدنيا ونعرف الناس برضه. عندك العلم. تفضل. لاحظ شو قال: الإسناد من الدين. يعني أنت الله أكبر، لولا الإسناد لقال من قال ما شاء أن يقول وكذب ما شاء أن يكذب. الله أكبر. أنت تقرأ هم ليس عندهم في كافيهم أكثر من 70 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ هذا الكتاب الضخم 120 مجلد. لا الكافي، لا الكافي. ليس عندهم سوى 70 حديث، وبعض رجاله رجال الحمير. بعض رجاله رجال الايه؟ حمير. الحمير بمعنى يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يركب حمارا. حمار اسمه عفير كما هو معلوم. اسمه ايه؟ عفير. عفير أو عفير. نعم. رتب الرسول صلى الله عليه وسلم ربت على كتفه. نعم. فقال له الحمار للرسول صلى الله عليه وسلم: نعم. حدثني أبي عن أبيه عن أبيه عن جده، قال: كنت ممن ركب. لا أخطأت في الرواية، أخطأت. الحمار حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه بدون ضرب اليد على الكتف. قال أن جدي ركب مع نوح في السفينة فربت نوح على كتف الحمار وقال: سيخرج من صلبك حمار يركبه خير البشر. تصور سند حمار عن حمار عن حمار. تصور هذه العقلية التي يريدون بها إثبات. تصور الأمر العجب، الأمر العجب. ثم لما أحرجناهم في بعض المناظرات قالوا، لاحظ ايه المانع ما كان النملة اتكلمت يعني؟ نعم. لكن تتصور حدثني أبي عن أبي. تصور كيف لعب الناس في مثل هذا الدين. الخلاصة. نعم. وفي بعض الرواة عندهم يلعنهم آل البيت. واحد اسمه زرارة من أشهر رواتهم، أشهر راوي عندهم. يلعنهم زرارة اللي هو اللي بيلعن آل البيت؟ لا، آل البيت يلعنونه، اللي بيروي عنهم. نعم. ليه بقى؟ يقولون هذا رجل كذاب، وما يزال هذا الرجل يقال عنه كذاب ما يزال في كتبهم. يا سيدي، من حتى